الأراضين الحي الباقي لا إله قبله ولا إله بعده، كتب على خلقه الفناء وكتب لذاته البقاء، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فيا عباد الله، يقول ربنا ومولانا تبارك وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم: كل نفس ذائقة الموت، كل نفس ذائقة الموت، سنة الله في خلقه لا مهرب منها لأحد أبدا. هو الموت ما منه ملاذ ومهرب، متى حط ذا عن نعشه ذاك يركب. أيها العبد، أنت اليوم حامل وغدا محمول، أنت اليوم تدفن وغدا مدفون، أنت اليوم تودع من مات وغدا يودعونك. إذا جاءت سكرة الموت بالحق، ذلك ما كنت منه تحيد، لا مهرب لأحد ولا ملاذ لأحد من الموت. في الحياة يأتيك المرض فتحيد عنه إلى الدواء، يأتيك الخطر فتحيد عنه إلى المأمن. أما إذا جاءك الموت فلا محيد عنه أبدا. لا محيد عن الموت بكثرة المال، ولا بقوة البدن، ولا بعظيم السلطان. أين من دوخوا الدنيا بسطوتهم وذكرهم في الورى ظلم وطغيان؟ أين من دوخوا الدنيا بسطوتهم وذكرهم في الورى ظلم وطغيان؟ أين الحكام والسلاطين؟ أين الجيوش الجرارة؟ أين الأغنياء أصحاب الأطيان والأموال؟ الكل يفنى فلا إنس ولا جان. هذه هي سنة الله، كل نفس ذائقة الموت. فما هو العمل وما هي الحيلة؟ يا نفس كفي عن العصيان واغتنمي حسن الثواب من الرحمن ذي المنن. الحيلة يا عباد الله هي أن تغتنم الثواب من الله، أن تسعى إلى مرضاة الله. لا تركنن إلى الدنيا وزينتها، فالموت لا شك يفنينا ويفنيها. لا تركنن إلى الدنيا، لا تطمئن، لا تحسبن أنك في هذه الدار ستكون خالدا دائما. لا تركنن إلى الدنيا ولو كنت قوي البدن صحيح البدن، ولو كنت غنيا وذا سلطان، فالموت لا شك يفني كل شيء بإذن الله. كل من عليها فان، كل من عليها فان، كل شيء هالك إلا وجهه. اللهم ارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اهدنا إلى ما تحبه وترضاه من الأقوال والأعمال. اللهم ارزقنا قبل الموت توبة نصوحا.
اللهم ارزقنا قبل الموت توبة نصوحا، وعند الموت شهادة في سبيلك، وبعد الموت جنة ونعيما يا رب العالمين. اللهم اهد قلوبنا إلى ما تحبه وترضاه. اللهم جئنا إليك بهذه النفس، أنت خلقتها وفطرتها وبرأتها، وأنت رزقتها وهديتها إلى الإسلام، وأنت قبضتها. اللهم ارحمها فإنك بنا راحم. اللهم تقبل منها حسناتها، أحسن لقاءها، ويمن كتابها، ويسر حسابها، واجعلنا وإياها من أهل الفردوس الأعلى بمنك وكرمك وجودك يا رب العالمين. اللهم إن كنا لا نستحق الجنة بأعمالنا فاجعلنا ممن يستحقها برحمتك وجودك وكرمك يا رب العالمين. اللهم إنها نزلت في رحابك، اللهم فأكرمها ولا تهنها. اللهم ارفع درجتها، اللهم اغفر لها وارحمها، وارزق أولادها وأهلها الرضا والتسليم، وارزقنا وإياهم من بعدها حسن العمل. اللهم لا تفتنا بعدها، وانفعنا بأجرها يا رب العالمين. أهدي وإياكم ثواب قراءة سورة الفاتحة لروحها ولسائر أرواح المسلمين. عظم الله أجركم وشكر سعيكم وأحسن عزاءكم. ومذكرا بأن بيت العزاء سيكون في صالة المهندس إن شاء الله. جزاكم الله خيرا.